حبيت نشارك معكم اليوم هذا الوصفة نتاع الطمينة تاع طمينة المولود، ونقول لكم حبيباتي صحة عواشركم وصحة مولودكم ان شاء الله تعقبوا بالصحة والهنا. هنا حبيباتي هذه الوصفة اللي جيت نشارككم اليوم بها. وصفة ما شاء الله غير جربوها البنات اكيد راح تعجبكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفاتي. إن شاء الله تلقاكم كامل بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. نقول لكم حبيباتي الدار داركم وانا راني غير ضيفة عندكم حبيباتي. كما راكم تشوفوا البنات هنايا حطيت المقله تاعي وراح نضيف فيها كميه تاع السميد. السميد يعني هذا راهو متوسط، يعني ما ديروش هذاك رقيق، هذا هو السميد نتاع الطمينه. صدقوني البنات يعني تالما راهو يتباع هذاك المحمص، بصح انا نحب نحمصو في داري باش يعني نشم هذاك الريحه نتاع السميد كي نعود نحمص فيه يجي بزاف هايل، وتجي الريحه تاعو ما شاء الله يعني تعمر لي الدار هذيك الريحه نتاع الطمينه. كما راكم تشوفوا البنات حمصت كميه يعني معتبره، يعني درت كميه مليحه نتاع السميد، حمصتها يعني على 2 دفعات كما راكم تشوفوا. هنا حبيباتي درت الكميه الاولى وزدت الكميه الثانيه كما راكم تشوفوا حبيباتي. حمصت السميد نتاعي وهنايا راح نبدا نخدموا الطمينه كما راكم تشوفوا. هنا حبيباتي انا وريت لكم الكاس تاع العسل يعني معمر بزاف، لانه انا زدت الكميه شويه، درت يعني كاس يعني درت ليدام اكثر من العسل، درت يعني كاس وربع نتاع الدهان او المارغرين. انا درتها بالمارغرين يعني ما درتهاش يعني بالزبده الحره، درتها غير بالمارغرين هذيك تاع ديما. فرغتهم هنا في الكاسرونه وزدت مغرفه تاع حلوه الترك، يعني هنا اختياريه اللي حاب يضيفها، اللي حب ما يضيفهاش، يعني اللي ما يحبش الحلاوه غير ما كان له يضيفها. لانه انا يا الطمينه تاعي جات يعني جات شويه حلوه، بصح انا نحبها بهذيك الطريقه، نحب فيها هذيك الجوت تاع حلوة الترك. هنا يا حبيباتي راح نميكسي كامل الخليط نتاعي حتى تحسوه اختار معاكم وندمج كامل هذاك العسل مع الزبده كما راكم تشوفوا. شوفوا لي القوام نتاع الخليط نتاعي البنات كيفاه جا. هنا حبيباتي راح نضيف الكاس الاول نتاع السميد، وراح نزيد نضيف نص كاس نتاع سميد، ونزيد نضيف مغرفه كبيره نتاع الجلجلان المحمص، راح يعطي لها محمص ومرحي، راح يعطي لها واحد البنه ما شاء الله بزاف بزاف بنينه، وتجينا ما شاء الله البنه تاعها تجي روعه روعه روعه. هنايا البنات من بعد ما كملت الخليط نتاعي راح نزيد نضيف لها قيس مغرفه نتاع الحليب. هذاك الحليب راح يحافظ على طراوه نتاع الطمينه تاعنا، راح تطرى معنا، وهذيك الحبيبات ما يقعدوش يطرطقوا كي نعودوا ناكلوا فيها، راح تجينا طريه وتجينا خفيفه وتجينا ما شاء الله. شوفوا البنات هنايا بعد ما وجدتها هنايا كنصيحه البنات الزبده تاعكم ما تخليوهاش سخونه، وتبداو ديروا وتبداو تضيفوا في السميد نتاعكم. انا ذوبتها برك ما خليتهاش حتى نغلات معنا، يعني كانت بارده والعسل تاعي ثاني كان بارد. خلطتهم ودرت كما قلت لكم السميد، وكما قلت لكم يعني كما راكم يعني تشوفوا كامل المقادير كيف ضفتها. وهنا حبيباتي راح نضيفها في الصحن او في الصحن اللي راح نقدم فيه هذا الطمينه نتاعنا كما راكم تشوفوا. هنايا كان عندي الكاكاو، خيرت هذا الموديل هذا تاع القلوبه، ترصيت به الطمينه تاعي كما راكم تشوفوا البنات، جات ما شاء الله جات بزاف هايله، وجاء المنظر تاعها بزاف راقي. شوفوا البنات كيفاه طبعتها جات بزاف هايله. يعني هنا اللي حب يدير الكاكاو واللي حب يدير القرفه. انا حبيبات القرفه ما نحبهاش تصير مولادي ما يحبوش الريحه تاعها، نحب ندير غير الكاكاو، وندير يعني حاجه بسيطه، وندير حاجه اللي ياكلوها وليداتي والزوج نتاعي.
هنا حبيباتي الصحن الثاني كنت درتو يعني زينته بالحلوة الترك في الحاشية كما راكم تشوفوا. يعني التزيين تاعي كان شوية يعني بسيط، يعني ماهوش مشارجي. هنا حبيباتي كنت شارية هاد الحبيبات نتاع الحلوى الفضية او الحلوى هذه نتاع اللي يديروا بها الديكور. هذيك الحبيبات في اللون الروز. حطيتهم في هذيك القلوبة كما راكم تشوفوا. وهنايا درت الصحن الثاني باللوز كما راكم تشوفوا البنات. يعني التزيين اختياري، كل واحد كيف يحب يزين. اللي يحب يديرها شارجي يعني له الاختيار، واللي يحب يزينها كما زينتها انا يعني حاجة خفيفة وتالمو يعني تجي حاجة خفيف ظريف، يعني باش كي تجيو تاكلوا فيها. بالخصوص اذا كنتم ما تحبوش هذوك الانواع تاع التزيين، تجيكم حاجه خفيفه وسهله. والصحن الثالث كنت زينته غير بالحبيبات هذوك نتاع الحلوى في الحواشي. وفي الوسط كنت درت لها هذاك مولود النبي الشريف. جات بزاف هايله وجات بزاف رائعه. هذا طمينة تاعنا البنات جات من اروع الوصفات نتاع الطمينة. جات بزاف هايله وبزاف بنينه، صدقوني البنات البنه تاعها ما شاء الله بنتها روعه روعه روعه. غير جربوا هذه الوصفه واكيد مش رايحين تندموا عليها. شوفوا البنات الطمينه تاعنا كيفها راهي طريه وخفيفه ما شاء الله. نقول لكم حبيباتي فرجه ممتعه.